بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم الصحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، موضوعنا النهاردة هو تفسير حلم ساعة الحائط للعزباء. يرمز تفسير رؤية ساعة الحائط في المنام للفتاة العزباء إلى انتقالها لبيت جديد اللي هو بيت الزوجية، وهذا سيكون عن قريب بأمر الله تعالى. والرؤيا تدل على تبدل حالها بشكل جذري للانتقال من بيت الوالد إلى بيت الزوجية، ومن حياة العزوبية إلى الحياة الزوجية. كما تدل هذه الرؤيا أيضا على العلاقة الوثيقة التي تربط بين الفتاة وأمها. رؤية ساعة الحائط تدل على العلاقة الوثيقة التي تربط بين البنت العزباء وبين والدتها. والرؤيا قد تشير إلى اتباع الأم في القول والفعل. الرؤيا قد تشير إلى اتباع الأم في القول وفي الفعل، والأخذ بمشورة الأم والتعلم منها. وترمز ساعة الحائط في منام الفتاة العزباء إلى المسؤوليات، وترمز إلى الأعمال التي تديرها من أجل أسرتها، من أجل الأسرة بتاعتها. دي تفسير رؤية ساعة الحائط بالنسبة لمين؟ بنت العزباء. طيب، تفسير حلم ساعة اليد. ساعة اليد بالنسبة لمين؟ للبنت العزباء. لو هي جات لها مثلا ساعة هدية، حد ادالها ساعة يد هدية، إذا كانت هذه الفتاة في منامها رأت أن هناك شخص ما أهدى لها ساعة يد هدية، وهي كانت مسرورة عند تلقي الساعة هذه الهدية، فهذه الرؤية هنا بتشير إيه؟ هذه الرؤية تشير إلى تحقق أمر تريده هذه الفتاة. الرؤية بتبشر بتحقيق أمر تريده هذه الفتاة منذ زمن بعيد، يعني من فترة كبيرة هي بتتمنى أمنية وهتتحقق لها الأمنية، ولكن هي مش قادرة تفصح بالأمنية دي أو الأمر اللي هي بتتمنى تحقيقه كالزواج مثلا. أما إذا كانت الفتاة عند أخذها للهدية حزينة، حد بيديها الساعة وبتاخد الساعة دي الهدية وهي حزينة، فهنا الرؤية بتعبر على أن هناك مسؤولية جديدة ومهام أخرى ستقع على عاتق هذه الفتاة. مسؤولية ومهام ستقع على عاتق هذه الفتاة. وهدية ساعة اليد ترمز إلى النصح والإرشاد واليقظة. ترمز إلى النصح والإرشاد واليقظة، إن الإنسان يتيقظ لما يسير فيه في حياته، وأن يقبل النصيحة من الآخرين، وإذا طلب منه النصيحة للآخرين ألا يبخل بها. أما عندما ترى الفتاة العزباء الساعة السوداء، ساعة اليد السوداء في منامها، فهذه الرؤيا ترتبط بجانبها الدراسي والمهني. الرؤية هنا بترتبط بإيه؟ الجانب الدراسي أو الجانب المهني. عندما ترى البنت العزباء ساعة اليد السوداء، فذلك الأمر يرمز إلى النجاح والتفوق وبلوغ الأهداف المنشودة دراسيا. إن كانت طالبة في المدرسة أو في الجامعة، فبشارة ليها بالتفوق وبالنجاح، وإنها ستصل إلى ما تتمنى في الناحية الدراسية. أو قد تدل الرؤية على جني ثمار جهودها الخاصة ونيل مرادها مهنيا. إن كانت بتعمل، فالرؤية هنا تبشر إن هي بتجني ثمار تعبها ومجهودها التي بذلته من قبل، وابتدت الدنيا تفتح ليها أزرعتها وتتلقى وتحصد الثمار بتاعت التعب بتاعها.
تمام. كما تدل هذه الرؤية أيضا على أن حياة هذه الفتاة لن تكون يسيرة، بل سيتطلب منها الكثير والكثير كي تغير هذه الحياة، فتكون أكثر توافقا لأحلامها وأفكارها، وأنها تكون قدر المسؤولية، لأن سيلقى على كاهلها حمل مسؤولية، هتكون شخصية مسؤولة في عملها أو في دراستها، فعليها أن تكون على قدر واعي من هذه المسؤولية. وهذا ما يتعلق برؤية الساعة في منام البنت العزباء. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.